ثانوية عامة هي واحدة من أهم الفترات في حياتك، وده مش لكونها ثانوية عامة، إنما ده بسبب قد إيه أسلوب حياتك بيختلف من قبل ثانوية عامة وكل الوقت اللي أنت عايشه قبلها والفترة التانية خالص اللي بعدها دي بقى. كل اللي عدى ده كان جزء من حياتك ماشي بنظام مختلف، عندك هدف وعارف انت هتعمل ايه بالظبط، او انت عايز تعمل ايه، او محتاج تعمل ايه، محتاج تذاكر ومحتاج تنزل الدروس. عندك هدف واضح، على الاقل عارف ايه اللي مطلوب منك تعمله، على عكس بقى الفتره اللي بعدها من بعد اخر امتحان في السنه دي انت خرجت منه، ومن اول بقى الاجازه ايه اللي انت المفروض تعمله غير التفكير في ثانويه عامه لغايه اما النتيجه تظهر، وايه المفروض تعمله بعد كده في الوقت اللي جاي. والحقيقه ان انا كنت مكانك من سنتين، شخص لسه مخلص ثانويه عامه حالا من كام يوم، او قاعد بقى مستني النتيجه. وبصراحه في الفتره دي من ساعه ما خلصت ثانويه عامه من اخر يوم ولغايه دلوقتي انا حاسس ان انا تايه، بعد ما خلاص 3 سنين تقريبا ولا سنتين وشويه عدوا من اخر امتحان انا خدته، ولغايه دلوقتي لسه حاسس ان انا تايه، بس اكيد مش بنفس الدرجه اللي كنت فيها لما كنت في مكانك. ففي الفيديو ده هقول لك كل حاجه انا اتحطيت فيها من بعد ثانويه عامه، وهقول لك الكلام اللي كنت اتمنى بصراحه حد يقوله لي في الفتره دي من حياتي، لعل وعسى انت تتعلم من غلطاتي وتكون انت احسن. انت دلوقتي بتاريخ النهارده يعتبر بقالك سنه كامله كل اللي بتعمله فيها هو انك بتنزل دروس وبتذاكر وبتسمع كلام عن قد ايه الثانويه عامه دي جامده جدا ومهمه جدا، وبتذاكر وبتفقد الشغف وبترجع تذاكر تاني وبتراكم حاجات قد كده، وبعدين تقوم ترجع تذاكرهم تاني وتلمهم، ويجي بعدها شهر امتحانات مليان مذاكره وضغط. سنه كامله قاعد كل اللي بتعمله فيها هو ان بيضغط عليك من مذاكره ومن مدرسين ومن اهلك. ولكن حابب ابشرك ان دلوقتي السنه دي خلصت، واللي جاي بعد كده هيبقى حتى ضغط اكبر. من دلوقتي وانت قاعد بقى مستني النتيجه ومتابع الاخبار وفاتح نت مع اهلك واصحابك مستني النتيجه على اعصابك. وفعليا ده السيناريو اللي كنت فيه تقريبا انا وكل الناس اللي اعرفهم. نصحى الصبح اللي هو صباح الخير، تعالى نشوف الاخبار عن النتيجه، ايه الاخبار، تظهر امتى، في كلام، كل الكلام ده. والحقيقه ان دي اكبر حاجه غلط ممكن بني ادم عاقل كده محطوط في ضغط بقاله سنه يعملها. انا لو ممكن ارجع للوقت ده تاني اللي هو الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اللي هعمله هي حاجه واحده بس، هظبط مع رجاله ونطلع مصيف مثلا، هلعب بلاي ستيشن اللي كان وحشني طول السنه، او هشوف لستة المسلسلات الجامده اللي انا كنت قاعد طول السنه نفسي اشوف ولا اي واحد فيهم دي. اخر حاجه حرفيا هشغل بالي بيها هي النتيجه، وده لسببين. الاول هو ان دلوقتي بقيت عاقل شويه عن الوقت اللي انا كنت فيها وقتها، فمفيش بني ادم عاقل يعمل اللي انت بتعمله ده. والتاني وهو ان مش هتعرف تغير حاجه كونك قاعد بس مستني النتيجه، قاعد على اعصابك وهي اللي شاغله كل تفكيرك ومش عارف تعمل اي حاجه تانية. هو مش كفايه ضغط بقى ولا ايه؟ قاعد بقى تفكر طب هدخل كليه ايه، طب هعمل ايه لو الوزير رن عليا يبارك لي، طب هعمل ايه لو العربي والفيزياء عملوها معايا. بص، بطل تفكر في الحته دي، بطل توفر سينك عشان الكلام ده مش هيغير حاجه. كل دي افكار مش هتقدمك ابدا، بالعكس هتاخرك وهتصدع دماغك على الفاضي. فبكل وضوح انا لو بكلمك دلوقتي كأنا وانا في مكانك هقول لك كده بالنص: قوم اخرج من البيت اللي انت ما بتتحركش منه بقالك سنه ده، انزل القهوه، اقعد شويه حتى لو لوحدك، ارجع الجيم اللي نفسك تنزله من اول السنه، ورجع الفورمه اللي كانت جامده دي، شوف المسلسل اللي كنت هتموت وتشوفه ده، وانزل شوف سبايدر مان في السينما حتى اللي كنت هتموت وتشوفه. ثانويه عامه دلوقتي خلصت وانت خلاص عملت كل اللي في ايدك، قوم بقى اتعلم تضيع وقت ازاي، عشان دي حرفيا اكتر حاجه انت محتاج تتعلمها دلوقتي. اخر حاجه تفكر فيها هي النتيجه، قوم ضيع وقت، يلا مبروك، خلصت فتره تقيله جدا في حياتك. فانا مبسوط بيك جدا، مبسوط بكل اللي انت عديت بيه وعملته وبكل المجهود اللي انت حطيته في السنه دي، ومبسوط جدا ليك انها خلصت. دلوقتي بقى انت سمعت النتيجه ظهرت، هتدخل تدور عليها بسرعه وتدخل تشوف الدنيا وتشوف الاخبار وتشوف درجاتك عامله ايه. وحابب اقول لك انك في كل الحالات هتكون مصدوم، وده عادي جدا. بس الفكره بقى ان كل الفتره اللي انت قضيتها وكل الحاجات اللي انت بتفكر فيها ومشاكلك وكل الحاجات اللي كانت قبل النتيجه دي حاجه، وكل اللي جاي بعدها ده حاجه مختلفه تماما. انسى بقى مشاكلك القديمه دي وتعالى كده نشوف المشاكل الجديده اللي قدامنا. انت دلوقتي مش عارف تختار الكليه ومحتار جدا، مش عارف تدخل ايه ولا تعمل ايه، او على العكس انت عارف كويس جدا هتدخل ايه وهتختار ايه وشغال على ده. في كل الحالات الوقت اللي جاي ده هو الوقت اللي انت هتبتدي فيه تتوه، هتبتدي انك مش عارف ايه المفروض تعمله، طب تعمل ايه، او ايه اللي المطلوب منك، طب اعمل ايه دلوقتي. مش مطلوب منك حاجه معينه، مش مطلوب تذاكر مثلا زي ما كنت في ثانوي وانت نفسك مش عارف انت عايز ايه. هتبتدي بقى رحله البحث عن هدف، هتبتدي رحله انك تشوف حياتك الجديده دي وايه اللي المفروض تعمله فيها وكل ده، وهيطول معاك التفكير بعد كده ايه اللي انت المفروض تشتغله، طب هتعمل ايه دلوقتي عشان تجيب فلوس،
وكل الكلام ده بغض النظر تماما عن الكليه. اصلا الكليه لسه على جنب، هتنزل بقى الكليه، المكان الجديد تماما عليك ده، مكان ما فيهوش صحابك اللي انت قضيت معاهم اخر 12 سنه من حياتك، مكان جديد كانك داخل الحضانه لسه. بس خلينا نتكلم عن الكليه وكل تفاصيلها والفتره دي في مره تانية اول ما تيجي لسه نازل الكليه. خلينا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، واللي عايز اقول لك دلوقتي هي حاجه يعني عايزك تحطها قدامك، مش شرط تكون مقتنع بيها دلوقتي، ولكن خليها على جنب في دماغك كده كاحتمال. بس ثانويه عامه ونتيجه ثانويه عامه والكليه اللي انت فيها مش هما اللي هيحددوا انت هتعمل ايه او هتشتغل ايه بعد كده. اركن كل ده على جنب دلوقتي وركز في انك دلوقتي بقيت حر انك تذاكر حرفيا اي حاجه انت عايزها. تقدر تدخل كذا مجال عادي جدا وتجرب، وحرفيا دي هتبقى اكتر حاجه مفيده جدا جدا انت ممكن تعملها في الفتره دي. وخلي في بالك ان ايا كانت نتيجه ثانويه عامه هي مش امر حتمي هيحدد حياتك اللي جايه بعد كده ايه، وانما اللي هيحدد ده هي طريقه تفكيرك انت دلوقتي ثانويه عامه خلصت والنتيجه في ايدك. فلو النتيجه دي مش عاجباك، خلص الوقت اللي كان المفروض تفكر فيه انا كان المفروض اذاكر اكتر، كان المفروض اعمل كده اكتر، انك بقى تقعد زعلان، الكلام ده كله مش هيفيدك باي حاجه ابدا. فاحسن حاجه انك تعملها لو النتيجه مش عاجباك هو انك تعدي الموضوع، تحاول تتاقلم على اسلوب حياتك الجديده، وتفتكر ان ربنا كاتب لك الحاجه اللي احسن بكتير من اللي انت كنت متوقعها وعايزها او حاططها في بالك. ولو النتيجة عجباك طبعا ففي كل الحالات انت محتاج تتبسط ومحتاج تنزل بقى، وكفاية جو المذاكرة اللي انت كنت فيه طول الفترة دي. والاهم بقى من كل حاجة في الفترة الجاية دي وبعد ما خلاص النتيجة طلعت والتنسيق ظهر ودخلت الكلية، هو حاجة واحدة بس حرفيا، عشان تقلل كل التشتت والتوهان والتضييع الوقت الكتير جدا جدا بغباء اللي ممكن تتحط فيه. انا شخصيا الحقيقة مقتنع تماما ان انا ضيعت اول سنه ونص من الكليه في الولا شيء، حرفيا في الولا شيء، حاسس ان انا ما طلعتش بحاجه منهم ابدا. فحاجه واحده بس انت محتاج تعملها عشان ما تكررش نفس الغلط اللي انا عملته ده او اتحطيت فيه. والوقت اللي عدى ده انت ممكن حرفيا تعمل فيه حاجات كتير جدا بدل ما تبقى تايه ومش عارف تعمل ايه والحاجه دي عشان نختصر كلام هو انك تمشي ورا هدف، تلاقي هدف تسعى فيه وتكمل فيه. والجمله دي الحقيقه شامله وكبيره جدا 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 جدا، وانا ما كنتش فاهم يعني ايه لما اتقالت لي. عشان انت مش عارف طب يعني اشتغل على ايه دلوقتي، ولا اعمل ايه، ولا ايه هو الهدف ده، يعني اعمل ايه دلوقتي. وده اجابته في جمله بسيطه صغيره كده، هو بس انك تكون قريب من الناس، واي فرصه حرفيا تيجي قدامك تنزل تجرب على طول. انت مثلا دخلت حاسبات، زي تبدا تدور على الاي سي ام او الاي سي بي سي، تبدا تدرب بروبلم سولفنج، وعلى جنب كده تبدا تشوف التراكات التانية اللي الناس بتبدا تاخدها او تمشي فيها، او ايه التراكات اللي ممكن تذاكرها والحاجات اللي تشتغل بيها، زي على سبيل المثال مثلا فلاتر او فرونت او باك اند، او تشوف الداتا ساينس، تشوف في ايه كده وتعمل ليست بالحاجات اللي انت ممكن تجربها في مجالك ده، وتبدا تجرب كل واحده فيهم، عارفين تبدا تدوس في اي حاجه عشان تفهم بسرعه الدنيا دي ماشيه ازاي وايه اللي بيحصل هنا، وتبدا تتميز بسرعه عن كل اللي حواليك. وصاحب الناس الفراقه اللي بتقعد تدور وتتعلم وتشوف ايفنتات وتنزل وتعمل حاجات كده في اي حاجه، المهم ان ما بتقعدش ساكته. والناس دي اطمن انك هتلاقيهم في السكه في الطريق وانت بتدور انت كمان تتعلم. بس الحاجه الوحيده اللي بيها هيرجع عليك انت اكبر مكسب واكبر عائد عليك هو ان تحدد هدف، وما تقعدش كتير في دايره التوهان واللف دي عشان ما تغرقش والوقت يطير منك على طول. وكل ما تقلل الوقت اللي انت بتقضيه في الحته دي كل ما هتكون كسبان اكتر، فخلي الحته دي في دماغك. فان شاء الله اكون قدرت افيدك حتى لو بقدر ضئيل قد كده، وتظهر ده نتيجته عليك بعد كده وتقدر تستغل اكتر الوقت اللي انا ضيعته. ولو حابب تشوف جزء تاني للفيديو ده، لسه في حاجات تانية طبعا، لسه ما اتكلمناش عن الكليه ولسه في حاجات كتير انت هتحط فيها، فلو عندك اي سؤال او حابب تشوف جزء تاني عرفني في كومنت طبعا. ولو انت بقى حد قدي وكنت معايا وعشت معايا ثانويه عامه، عشناها مع بعض في اللايف والمذاكره وكل الحاجات اللي كانت لذيذه وقتها مش دلوقتي طبعا، احكي تجربتك وايه اللي حصل معاك وقتها، ولعل عسى حد يستفاد برضه. ويلا اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.